ايدك والنبي لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي. رسول الله، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبر. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير.
اللهم صل عليك يا نبي. ايه الجمال ده والحلاوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في ليله جميله من ليالي الاستشراق بالهجره النبويه المطهره. محاوله من خلال برنامجنا اللي دايما حريص على ان هو يكون متابع لكل الاحداث. النهارده واحنا قريبين من هجره الرسول عليه الصلاه والسلام، في هذه الليله بنحاول ان احنا نتلمس النفحات من خلال هذه المجموعة من الزهرات والشباب الجميل اللي النهاردة موجودين معانا. النهاردة الفريق الجميل، فرقة مداحين النبي، واللي جايه لنا من الشرقية مخصوص النهاردة عشان خاطر تبقى موجودة معانا في هذا اللقاء. شرفنا أيضا يكون معانا في هذا اللقاء ارتباطا بهذه الفرقة وقيادتها المبتهل والمنشد الاستاذ احمد عابدين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. سعيد جدا بلقاء حضرتك وشرف لينا وكل سنه وانت طيب وبخير رب العالمين. احنا اللي سعداء وانتم شرفتونا وانستونا، وزي ما بيقولوا خطوه عزيزه يعني وجودكم من الشرقيه لحد النهار هنا. لقاء حضرتك والله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سعدنا ايضا يكون معانا الدكتور محمد ابراهيم من علماء الازهر وامام وخطيب بمنطقه الشرقيه الاوقاف. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سلام بحضرتك والله. يا اهلا بحضرتك. ان شاء الله القناه السبت كده تكون دايما في استقرار وفي تقدم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. بوجود حضراتكم احنا يعني حلقه وصل فقط لا اكثر ولا اقل. النهارده واحنا بنتكلم عن يعني علم من الاعلام اللي يظل التاريخ دايما يرصد وجوده على انه الشخصيه المؤثره الاولى في العالم. ولعل ده مش مجرد كلام احنا بنقوله، احنا بنتكلم عن شخصيه موصوله بالله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور، يعني خلينا نقول في بداية لقائنا مع بعض النهاردة انه حب الرسول متجذر في قلوب الملايين في العالم على مر التاريخ والعصور. كيف نرصد وننظر لهذه المحبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب البشر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول. بداية كل المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على كمال الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام جعل محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على كمال الإيمان، وأيضا دليل على أنك تذوقت وشعرت واستطعمت طعم الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأيضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام محبته تكون رفقة معه في الجنة. يعني أحد الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وحزين جدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ لماذا أنت حزين؟ فقال: يا رسول الله، ذهبت إلى بيتي فتذكرت نفسي وأنت يا رسول الله. تذكرت أن أنت لما تدخل الجنة هتكون في منزلة عليا، وأنا لما أدخل الجنة فعملي لن يبلغني هذه المنزلة، مش هقدر أكون معاك، مش هعرف أشوفك في الجنة يا رسول الله، فأنا حزين لهذا السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه على هذا السؤال، ما قالوش حاجة. فنزل الوحي والقرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى يقول في قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصحابة بيقولوا: فما سعدنا بشيء كسعادتنا بهذه الآية لما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أطع الله وأطع النبي صلى الله عليه وسلم تحشر معه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ يحشر المرء مع من أحب، مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
نرجع مرة تانية مع الأستاذ أحمد ونشوف معانا كده جانب من فيوضات الليلة إن شاء الله طيب مع المجموعة. نقول اتفضل. كده حاجة بسيطة في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت. بما إن نرجع كده اتفضل اتفضل كلمات متماسكة إن شاء الله. انتهى ليا ونقول دي في مباراة الزمالك. بمحمد دامت لنا الأفراح، والوقت الضايع انتهى. بمحمد بيتمنوا الفوز دامت لنا الأفراح، لسه في زحمة. وقلوبنا وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح، حاز الجمال حاز الجمال سيدنا النبي، حاز الجمال حاز الجمال، ونال يوسف بعضه ولنا بمدح صفاته الأرباح، نار الغرام نار الغرام نار الغرام نار الغرام بقلب عاشق حسنه، إن مات واجدا ما عليه جناح. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا اللهم رسول صل الله. وسلم. بارك الله في حضرتك يا استاذ احمد. بارك الله فيك. حريصين ان احنا برضو يعني نستلهم كده من الفيوضات الجميله في هذه الذكرى الجميله بإذن الله برضو مع ابنائنا المدد الأعزاء موصول كده إن شاء الله. باذن الله. ونسمع منهم اللهم صل على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اتفضل. اتفضل. اللهم صل على خير الأنام سيدنا محمد عليه السلام. اللهم صل على خير الأنام سيدنا محمد عليه السلام. دعوني أناجي حبيبي، دعوني أناجي حبيبي.
سعيد جدا بالبراعم دي، لانه يمكن من خلال كلامي مع حضرتك ان هم في بدايه مشوارهم، لكن هم بيتلمسوا ان شاء الله الاداء الجيد، وده ان شاء الله احنا هنرتقب منهم بإذن يوم الله بعد إن شاء يوم الله. باذن بإذن الله الله. رب العالمين، مع إن شاء التدبير الله. ومع الجهد كده ربنا يا رب يوفقهم ان امين شاء يا الله رب بإذن العالمين الله. ان شاء الله. نرجع لفضيله الدكتور محمد ابراهيم، ويعني اذا كانت المحبه في القلوب اتجاه فكري، من المفترض انه يدعموا السلوك تمام اللي بيعبر عن هذا الحب، تمام واللي بيبدأ يحول مثل هذه الاتجاهات الفكرية تمام. إلى منهج تمام. نشاهده ونلمحه في طباع وأسلوب وسلوكيات المؤمنين المسلمين، سواء كانت في منطقتنا أو حتى على مستوى العالم بشكل عام. تمام. فكيف يمكن أن ننظر لفكرة السلوك الدال على هذا الحب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى حل لنا الموضوع ده. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: لقد ادعى أقوام محبة النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام. فابتلاهم الله عز وجل، يعني اختبرهم بآية المحبة. يعني في ناس ادعوا ان هم بيحبوا النبي، صلى الله عليه وسلم. فربنا بقى اختبرهم واختبر حبهم ده، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم خلصانة، اتبع. المحبة تخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديثه الشريف الصحيح: إن أحبكم إلي، أحبكم إلي يعني صيغة أفعل تفضيل، يعني أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، قال إيه؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يا سلام على كلام من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أحبكم إلي ما قالش أكثركم سجودا ولا صلاة، كل دي عبادات خاصة بالإنسان لا ينتفع بها غيره. الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، هذه العبادات أنا الذي أنتفع بها شخصيا. وكأنه فضيلتك وكأنه علاقته بالآخر هي المقياس الأساسي اللي من المفترض أن نقيم من خلاله حبه لرسول الله، أنه قادر على تطبيق هذا الحب من خلال سلوكياته تجاه الآخر. تمام، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. فعلا 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 هو السلوك هو دليل الإيمان. لذلك العبادات في الإسلام أما ننظر إلى الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأقم الصلاة. هذه عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه الهدف منها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب في الزكاة، الزكاة عبادة مالية يتصدق الإنسان بماله لوجوه الخير والفقراء والمحتاجين والتكافل الاجتماعي. طيب نجدها أيضا مربوطة بالأخلاق: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال لنا كده: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تمام. في الحج نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وزي ما ربنا قال سبحانه وتعالى، قال أيضا في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا، أدي أخلاقه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، وقاية، عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، أخلاقه. يبقى العبادات ليست طقوسا تؤدى، وإنما لابد هذه العبادات أن تنتج وتغرس فينا الأخلاق السليمة التي نتعامل بها مع بعضنا. وزي ما قلنا في البداية أن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم، إنما دي حصر قصر، كأنه حصر البعثة كلها في أن يتمم مكارم الأخلاق. ولما مدح الله عز وجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
يعني مدحه في عقله وفي بصره وفي فؤاده وفي سمعه وفي نطقه وكلامه، ولكنه مدحه كله بصفة عامة فقال إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه مدحه بالأخلاق عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه وبارك الصلاة عليك والسلام. يا سيدي يا سيدنا رسول محمد. الله. نرجع مرة أخرى لأحبائنا من البراعم الجميلة في حب النبي عليه الصلاة صلى الله عليه والسلام. وسلم. نسمع كده حاجة. طيب خلينا نخرج الأول اتفضل. لرفع أذان العشاء اللي حان حاليا حسب التوقيت المحلي لمدينة طنطا، ونرجع تاني عشان نكمل مع أحبائنا مدح رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد
أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلينا عنا بالهادي الأمين سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر نصين، ألفين روح يا نبي من نور جمالك فين، ألفين روح يا نبي من نور جمالك فين، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، مزدش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، مزدش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، يا سر الوجود يا طه أنا جاية وحياتي ما تاه، واتعلق بنور النبي واتعطر بآل البيت، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، مزدش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت، كفكفت دمع الحنين عند المقام كفت الله، وسقاني نور النبي شربت ما استكفت الله، وافرش ورود الحب الله وزرعها في الروضة، ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي صلواته مفروضة، الشوق صاب قلبي الله فجيت اقول حنيت، انا يعني ايه ذنبي غير حبي آل البيت، صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت، مزدش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. يلا حبيبي.
وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. على فكرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لها طعم خاص، ومن أفواهكم أنتم لها طعم خاص وخاص جدا حقيقة، يعني أنها خارجة من قلوب يعني مشهود ليها إن شاء الله بالقرب من الله، قلوب المحبين الأطفال، ولعلها نعم. تكون يعني رسالة قوية من القلب دكتور. يعني أستاذنا فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن الصلاة، الصلاة إذا ما ذكرت كانت لها العديد من الأشكال والألوان، وإذا ما صدرت من جهات مختلفة، الصلاة من الله سبحانه وتعالى ليست كصلاتنا وصلاة الملائكة. فكرة الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سواء كانت صدرت منا أو طلبنا من الله سبحانه وتعالى ورجوناه أن يصلي على سيدنا محمد علما بأنه هو الأقرب إلى الله منا، كيف نقف عند مفهوم هذه الصلاة ونعطيها حقها؟ يا رب صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. واجعله شفيعنا بفضلك في غد، فلقد عرفتك منعما متفضلا، ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. أول من صلى على سيدنا رسول الله هو الله عز وجل، ثم ثنى الله تعالى بملائكته، ثم نادى المؤمنين وأمرهم بأن يصلوا ويسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تزكية من الله عز وجل ورحمات من الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين يصلون على رسول الله من المؤمنين يصلي عليهم ربنا عز وجل. الله. ما من مؤمن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وصلى الله عز وجل عليه بها 10 صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صلاة الله علينا رحمات تتنزل من الله سبحانه وتعالى على المصلين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الإنسان: ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. وأفضل الصلوات بأي صيغة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بأي صيغة ما تحب وما تستطيع وما تحفظ. مش قادر تصلي ولا تستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف تحفظ الصيغة الإبراهيمية اللي هي النصف الأخير من التشهد، فصلي قل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تنسى الصلاة والسلام على آله وصحبه الأكرمين، آل النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لنا في التحيات والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فاحنا نصلي على سيدنا رسول الله لننال بركة هذه الصلاة، فصلاتنا على رسول الله بركة في العمر وبركة في الوقت، وهي تفريج للكروب وذهاب للهموم. واحد من الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شئت. قال: أجعل لك الثلث، يعني أجعل دعائي تلت الدعاء بتاعي، بدل ما أطلب لنفسي يا رب اعطيني ويا رب ارزقني ويا رب اشفيني، لا، أخلي الدعاء ده صلاة عليك يا رسول الله. فقال: وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله أجعل لك النصف، شطر الدعاء يعني؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله أجعل لك الثلثين. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله،
يعني أجعل لك كل الدعاء بتاعي، بدل ما أدعي أقول يا رب أعطيني ويا رب ارزقني، أجعل كل دعائي صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى الجمال والعظمة، وشوف جمال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والعائد الذي يعود والفائدة التي يستفيدها المؤمن المسلم إذا أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله. قال إذا تكفى همك الله. ويفرج كربك ويقضى دينك. يفرج الكرب والهم يزول. ما هو قال كده، هو النبي عليه السلام دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل وبشرى ابن البتول وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا اللهم رسول صل الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه فضيلة الدكتور الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها ليست الهدف النهائي إلا أنها تعود مرة أخرى على من يصلي، وبالتالي فهو يقترب من الله بشكل أو بآخر. يعني مرة أخرى أستاذ أحمد نرجع لحضرتك وناخد نفحة أيضا من النفحات الجميلة كده من حضرتك. اتفضل. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا سيد الرسل الكرام تحية يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواقي. لما تبارى المادحون لنوره لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عجزي مع السباق وبكت عيوني قلت يا نفس اهدئي فالحب لا 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 فالحب لا يخفى عن العشاق مدى حبا به
تطوى السماء والأرض كالأوراق. صلى الله عليه الله وسلم. الله اللهم صل الله على فتح الله عليك. الله يفتح عليك يا أستاذ دكتور. مزيد دائما من الفيوضات. حريصين ايضا ان احنا نكمل مشوارنا مع البراعم الجميله، احنا تعبينهم معانا النهارده لكن حريصين جدا ان احنا نسمعهم ويعني نشوف كده الحاجات الجميله اللي لسه موجوده المال معانا الموصول كده. لسيدنا النبي ويا رسول الله أجرنا. اتفضلوا. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، أبليه أو أخفيه، هو ملك رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، وشكوت الأمر إليه ثقا برسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، هللت له تهليلا كم كان الصف جميلا، هللت له تهليلا كم كان الصف جميلا، دواء قلبي العليلا ترياق رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. الله عنوان ولا أجمل ولا أروع. ومنطق فضيلة الدكتور يعني واحنا بنتكلم عن لجوءنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الملجأ والمغيث لنا في هذه الفترة تحديدا بيحيا العالم، ويمكن مش الفترة دي بس، يمكن على مدار فترات كثيرة سابقة يحيا العالم في الكثير من المحاولات للنيل من رسول الله تحديدا صلى الله عليه وسلم، مع الوضع في الاعتبار انه هذا الاتجاه يقصد به النيل من رمزية الإسلام. وبالتالي نجد في العديد من المناطق في العالم قد تكون هناك توجهات بشكل أو بآخر، وإن وصفت بالفردية لكنها بتعبر عن هذه النزعات. في المقابل نجد المجتمع الإسلامي بفضائله ومثله وقيمه وأخلاقه، إلا أنه قد يجد البعض في فكرة الرد على هذا الهجوم بفكرة نقدر نقول الابتعاد عن هذه الأقاويل، مهاجمتها أحيانا أو بأخرى بالمقاطعات وما إلى ذلك. لكن تظل السلوكيات هي الرد القوي على مثل هذه الادعاءات، حتى إذا ما بحث الباحث في طبيعة هذا المجتمع وهل فعلا هو تم يعني توجيهه من خلال شخصية كانت تسعى إلى إفساده أم تقديم نموذج صالح بالنسبة للمجتمع. هنا أرجع لحضرتك في الحديث حول كيفية مواجهة مثل هذه الادعاءات المرتبطة بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام بما لدينا من قيم وأخلاقيات ومعاملات على أرض الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة هنبدأ بيها وهي بتجمل كل ده. تمام. القائل بيقول فيها إيه؟ لا تحدثني عن الإسلام كثيرا ولكن اجعلني أرى الإسلام في أقوالك وأفعالك. أراه فيك. طبعا. تمام كده؟ آه. فأنت لا تحدثني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأنت الصلاة بتدافع عن النبي عليه السلام، وأنت حزين لمن يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أشخاص فرديين أو غير ذلك، لكن أنت أظهر للناس مدى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدى صلة الرحم من النبي عليه الصلاة والسلام، مدى الإحسان إلى الجيران والجوار من اللي كان بيعملها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مدى الصدق في القول والصدق في العمل. أنت دي أفضل شيء. ربي أولادك على محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله. ربي أولادك على حفظ القرآن، ربي أولادك على الأخلاق الحميدة الحسنة الجميلة، ربيهم على الصدق، على الأمانة، على النظافة، على إماطة الأذى عن الطريق، عن كل شيء، الأخلاق والمثل الإسلامية. أنت كده أفضل دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا هي بالمقالات ولا هي بأن احنا نسب غيرنا، لا، حتى ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شوف أدب الإسلام اللي عندي أنت، يعني ما ينفعش أسب عقيدة غيري، وما ينفعش أسب حتى الأصنام اللي غيري بيعبدها، يعني مش هو ده الرد. لا آه. خالص. الرد ان انا اطبق بقى سنه النبي عليه السلام تطبيق عملي. اشوف النبي كان صادق، اكون صادق. النبي كان بيتعامل مع الناس ازاي؟ بيتعامل مع الناس كما يتعامل النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده الرد العملي، هو ده الرد الصحيح. اما الكلام والشعارات وي لا، احنا فين؟ هو الناس في جنوب شرق اسيا، في الصين وباكستان وافغانستان والدول بتاعت شرق اسيا، لم يصلها الاسلام بالحروب والغزوات، ولكن وصلها الإسلام بالصدق التجار المسلمين. يعني صدق التاجر في فتح معاملته. بلاد يروح لواحد يشتري منه مثلا قطعة قماش، يقول له القطعة القماش ديت سعرها كذا بس فيها عيب كذا، فيها عيب كذا. المشتري يتعجب ازاي واحد عايز يبيع ومع ذلك بيظهر عيب السلعة بتاعته، بيقول له فيها عيب. بيشتري اي شيء من السلع بيظهر العيب بتاعه. فقال له انت ليه بتظهر العيب؟ ليه بتقول لي على عيب السلعه؟ انت مش عايز تبيعها؟ فيقول له ايه؟ لان الدين بتاعي، الاسلام بتاعي بيأمرني ان انا اظهر العيب، ويقول لنا النبي عليه السلام من غشنا فليس ايه؟ فليس منا. وانا اما اغشك واديك حاجه فيها عيب وابيع، احنا النهارده للاسف يعني يقول لك التجاره ايه؟ شطارة، وللأسف الشطارة هنا مرتبطة بالفهلوة والغش. بالفهلوه والغش، اللي تكسبه العبد، يقول لك كده. يعني دي مصطلحات موجوده. ده مش في ديننا. ويتبسط قوي ان هو ضحك على الزبون وغش الزبون، باع له عربيه فيها برومه مثلا وهو رششها كده اي كلام، باع له مثلا اي شيء عقار وهو مش بنيه كويس، باع له اي شيء او اي سلعه مغشوشه ومبسوط ان هو مش الحمد لله خلصت منها. وهنا من غشنا فليس ايه؟ فليس منه. ما يحسش بقى بالبركه في المال. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. اكسب اللي انت عايزه بالغش، مش هيكون في بركه ابدا، لا في المال ولا في غير المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخير رد أن احنا نطبق الإسلام ونطبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في بيع وفي شراء وفي معاملات وفي بيوت وفي كل مكان إن شاء الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعني، وحضرتك يعني ترشدنا في ذلك، بدأ حياته بالتجارة ورعاية الأغنام. الفكرة هنا أنه هو كان حتى قبل الإسلام كان سلوكه ومسلكه الأساسي هو مراعاة فكرة الأمانة والتي رصدت عنه بشكل أساسي. وأرجو برضو حضرتك تشير لهذه الجزئية كما ترى حضرتك. ده من أعظم المواقف اللي بنقرأها في سيرة النبي عليه السلام، إن القبائل بتاعت مكة كانوا هدوا الكعبة المشرفة وعايزين يحطوا الحجر الأسود ويوسعوها شوية، فعايزين يضعوا الحجر الأسود. فالقبائل الموجودة كل قبيلة عايزة تنال الشرف ان هي تشيل الحجر الاسود وتحطه في مكانه.
الله. حتى كادوا أن يقتتلوا بينهم. ما شاء الله. فقال بعضهم لبعض إيه رأيكم ننتظر شوية ونحتكم على أول داخل علينا، أول واحد يخش علينا هو يكون حكم بيننا في الموضوع، ويشوف مين القبيلة اللي تشيل الحجر وتحطه في مكانه تاني. فكان أول من دخل عليهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما شافوه قالوا كلمة واحدة: هذا الصادق الأمين. وكان هذا قبل الدعوة. قبل الرسالة. تمام. قبل الرسالة. هذا الصادق الأمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار، كان ذكيا، ومن صفات الأنبياء والرسل الذكاء والفطنة. صلى الله عليه تمام وسلم. كده. فكان ذكيا صلى الله عليه وسلم، عنده سرعة البديهة في جمع المواقف أو التصرف في المواقف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بثياب، قطعة قماش، ورفع الحجر ووضعه فيها، وجعل كل قبيلة ترفع من طرف من هذا الثياب أو هذه القطعة من القماش. شالوا مع بعض هم الكل، والنبي عليه الصلاة والسلام شال الحجر ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. فده الشاهد، يعني أول ما تكلموا قال إيه؟ هذا الصادق الأمين. بل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جهر بالدعوة وصعد على جبل الصفا، أيوة بارك الله في حضرتك، ونادى: يا بني هاشم، يا بني لؤي، يا بني كذا، يا بني كذا، لبطون مكة وقبائل مكة، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي وراء الجبل ده تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فكلهم سكتوا وأنصتوا وقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. الله. ما جربنا عليك كذبا قط. فلما جاءهم بقى بالرسالة: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، بيدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فقام بقى أبو لهب وقام قال: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فطبعا يبقى هنا تضاد في الأقوال، لأن ده اللي حملهم على الكفر بالنبي عليه السلام أو عدم تصديق الرسالة. هم ما كانوش بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ربنا قال كده وأثبت كده في القرآن الكريم. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. سيدنا النبي عليه السلام كان حزين لأن قومه كان حريص على إيمانهم، لذلك ما دعا عليهم أبدا، ما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعو لهم بالرحمة: واللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. عليه الصلاة وده والسلام. مسلك أساسي بالنسبة لنا في الإسلام. أكيد. دائما الحرص على الطرف الآخر أن ربنا سبحانه وتعالى يضمه تمام. إلى الاتجاه وليس العكس. أيوة طبعا. أنا لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام. فإنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك. هم مش بيكذبوك في شخصك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو مش كانوا يكذبوا صلى الله عليه وسلم في شخصه، وإنما كانوا يكذبون بالقرآن وبالأحكام التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. شكر الله لحضرتك. شكرا الله. أستاذ أحمد، احنا عايزين هنستمع للبراعم بتاعتنا كده في مقطوعة برضه كده جديدا نستمتع بيها. نستمع ليوسف كده ومن بعده عبد الله إن شاء الله. اتفضل. أنا لها من غير أحمد قالها. أنا لها من غير أحمد قالها. يا ربي هذه أمتي شكرا له بشرى لها. أنا لها من غير أحمد قالها. هو أحمد فاسمع له في كل حرف قاله. هو في القيامة سيد إذ يسألونه
جينا كل لادي حنصلي على الهادي، جينا كل لادي حنصلي على الهادي، حبيبنا الغالي محمد شافي العبادي، مداحة في جنابه في أهله وأصحابه، مداحة في جنابه في أهله وأصحابه، ذكرنا الهادي فحضرنا واللي نسيوا غابوا، جينا كل ليالي حنصلي على الهادي، جينا كل ليالي حنصلي على الهادي، حبيبنا الغالي محمد شافي العبادي، ما تصلوا على نبينا شافعنا وهادينا، ما تصلوا على نبينا شافعنا وهادينا، قدوتنا النبي محمد والآل السفينة، جينا كل ليالي هنصلي على الهادي، جينا كل ليالي هنصلي على الهادي، حبيبنا الغالي محمد شافي العبادي، قولي له يا دموعي حبه بين ضلوعي، قولي له يا دموعي حبه حبه أغلى حاجة عندي ده أصلي وفروعي، جينا كل ليالي هنصلي على الهادي، جينا كل ليالي هنصلي على الهادي، حبيبنا الغالي محمد شافي العبادي، جينا كل ليالي هنصلي على الهادي، جينا كل ليالي هنصلي على الهادي، حبيبنا الغالي محمد شافي العبادي. اسمع بالك حاجه بنوتتنا الجميلة. يلا عاشق جمالك خد المايك معاك. يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله، عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله، ياللي انتو عاشقين وضيوا، صلوا عليه زيدوا حيوا، سيدي محمد من زيه ده رسول الله، عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله، من سمع اسمه ما صلاش، إن كان قاعد ولا ماشي، ما في حبه قلبي ما يغلاش، ده رسول الله، عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله، صلوا عليه ليل ويا نهار، صلوا عليه الله الله، وبذكره زادت الأنوار، صلوا عليه الله الله، صلوا عليه ليل ويا نهار، صلوا عليه الله الله، وبذكره زادت الأنوار، صلوا عليه الله الله، عاشق جمالك يا نبي، عاشق جمالك أنا والله، عاشق جمالك يا نبي، طالب شفاعتك من الله، عاشق جمالك يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يعني فضيلة الدكتور محمد، حب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
له في مصر المحروسة منزلة خاصة جدا. وإذا ما كان المنشأ هو أرض الحجاز وشبه الجزيرة، إلا أن مصر ارتبطت بهذا الدين بشكل قوي في كثير من الأمور: قراءة القرآن وتلاوته، وجود الرسل الكرام وزيارتهم وخروجهم من هذه المنطقة المطهرة من مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص ومرورهم بها وما إلى ذلك. فكانت ارتباط مصر بالدين الإسلامي قوي على مر العصور. عندما نتحدث عن فكرة ارتباط المصريين بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة ذلك على حبهم له، وارتباط هذا بالعديد من المشاهد اللي بنشوفها في فكرة التصوف، واللي ارتبطت أيضا بشكل آخر، ولكنها لديها نوع من أنواع التوازن، فليست هي بالتشيع الموجود في بعض الأماكن، لكنه حب منضبط. كيف ترى حضرتك ذلك؟ حب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا قال في كتابه على لسان سيدنا النبي عليه السلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله. فيا آل طه لنا في حيكم طرب، الله. له الحصى انطقت والبدر منقسم، الله. له في وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعلم. أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم البيت والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: اللوح العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صلى عليه. فحبنا لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبهم فبحبي أحبهم، الله. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فمن أحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بل حبهم فرض، يكفيهم أنه من لم يصلي عليهم لا صلاة له. يعني دايما احنا في الصلاة بتاعتنا في التشهد الأخير: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية التشهد في آخر خالص: وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها يعني دعت لأهل مصر، دعت وقالت: يا أهل مصر آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله. دعت لأهل مصر بالرخاء وبالنماء وبالنصرة وبالإيواء. فإن شاء الله رب العالمين، وأنا قلت كثير يعني قبل ذلك، بأن بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل وجود آل البيت في مصر حفظ الله عز وجل مصر. الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فنسأل الله عز وجل محبتهم الصادقة. اللهم آمين يا رب اللهم العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. يعني حريص ان احنا نستمع لابتهال من حضرتك استاذ احمد في قرب ختام لقائنا ان شاء الله، عشان بعد كده هنسمع كده لمنشوده جميله من ابنائنا ونختم بيها، اللي انا بشكرهم جدا على فكره على وجودهم معانا النهارده، وهم البيوت اولا بابتسامتهم الجميله، ثانيا بالانشاد بتاعهم. وانا شايف ان فيه فعلا براعم جميله استاذ ما شاء احمد الله. بيرعاها، ربنا يبارك فينا. وهتقدم ان شاء الله في اكتر مستويات هتشوفوها بقى ان شاء الله لما تبقوا كمان موجودين في الجامعه وفي الحتت الجميله دي. ان شاء الله الناس هتبقى سعيده بيكم اكتر واكتر. شرفتونا ونورتونا النهارده. اهلا بيكم. بانه طبعا قبل ما ننهي ونستمع لابتهال من حضرتك استاذ احمد، بنشكر فضيله الدكتور محمد ابراهيم من علماء الازهر، واللي انا شخصيا استفدت جدا من وجودي معاه النهارده، وهو امام وخطيب
بمديرية الأوقاف بالشرقية. أستاذ أحمد عابدين، شكرا جزيلا لحضرتك. قبل نهاية لقائنا، قائد فرقة مداحين النبي، واللي حقيقة حضرتك بتقدم من خلالها نموذج طيب من أبنائنا إن شاء الله. فشكرا جزيلا لحضرتك. نستمع لحضرتك وبعدها لأنشودة ونختتم لقائنا مع بعض كده حاجة كده من سيدنا النبي. 2000 صلاة وسلام على خير خلق الله، سيدي البشر سيدي طه رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. الله الله على سيدنا رسول الله. 2000 صلاة وسلام من قلبي ما بينام، على اللي قال ينام امشوا في طريق الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. يا رب يا رحمن يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن يا خالق الإنسان، ارزقنا يا حنان حجال بيت الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. مدح النبي زادي في الصحراء والوادي، مدح النبي زادي في الصحراء والوادي، وبوصنا اولادي تمدح رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. مدح النبي زادي في الصحراء والوادي، وبوصنا اولادي تمدح رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. سيدنا النبي الغالي أبو المقام عالي، سيدنا النبي الغالي أبو المقام عالي، وأبو سيرة بتلالي صلى عليه الله. الله 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 على سيدنا رسول 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 الله. مدح النبي زادي في الصحراء والوادي، وبوصنا اولادي تمدح رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله. الله 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 على سيدنا رسول الله.